السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة اليوم السادس، اليوم الخامس استخدمنا في المية رافع مناعة. رافع مناعة قوي جدا، اللتر فيه ب2000 وحاجة يعني، بس بنص سنتي. يعني بمقدار مثلا، في ناس اسمع ان في رافع مناعة يا نمس اللتر ب3000 جنيه، ده ب2000 وحاجة يا نمس، وبنستخدم منه نص سنتي يا نمس. التانية بتستخدم منه سنتي، يعني التاني يخلص على 1000 لتر، ده يخلص على 2000 لتر. التاني يكفي دورة، ده يكفي دورتين. يعني ده يعتبر بنص التمن وكفاءة أعلى. تبع شركة تولكا، ده منتج محترم جدا. طبعا انا جايبه من باب النزاهه، من باب الترفيه، يعني مش ضروري معايا في الدوره. انا بستخدم الاميولانت البشري، العلبه ام 16 جنيه ب 17 جنيه، وباخد اوزان وعديت بيها دور الجمبور وما كانش عندي. يعني لك في رافع مناعه فيروسي، ايه رافع مناعه؟ وده بيتقال عليه رافع مناعه فيروسي برضه. ايه رافع مناعه فيروسي؟ فده رافع مناعه كويس ومحترم وجوده عاليه، مش محتاجه. انا جايبه من باب الترفيه والله، بس بزياده. لقيت نفسي بكلف الكتكوت 3 جنيه ونص، قلت طب ما تخليها 5 يا اخي، خليك كريم شويه على الكتكوت بتاعك. فده بديل الاميولانت، وعندي الاميولانت ونزلت منه ساعه واحده في اليوم الخامس. اول 12 ساعه استخدمت في الميه غسيل كلى ومنشط كبد. تاني 12 ساعه استخدمت بروبيوتيك مع احماض امينيه. اليوم السادس النهارده استخدمت 12 ساعه رافع مناعه الفيروس اللي هم بيقولوا عليه فيروسي. لو ايميلانت هيمشي زي العسل، 100 فل وقشطه. والله زي العسل، ورافع مناعه فيروسي الايميلانت مش وحش. لما كان عندي حضرموت جمبورو كنت بنزله في الميه، كان 12 و12 ميه بيضه، وبخفف على الكبد. فالنهارده ان شاء الله اليوم السادس بنجهز للتحصينه بتاعه اليوم السابع. هنفكها معاكم ان شاء الله النهارده باذن الله. اصور برضو الحلقه بتاعت اليوم السابع، هوريكم برضو طريقه فك التحصينه للناس اللي مكسله ترجع ليوم التحصينه. هنصور، ما وراناش حاجه. انا عايز اي حد داخل جديد المجال لسه هيدور، انا اصور لك يا عم وانا اتعب لك يا عم. انا ورانا حاجه نعملها؟ كده كده انا قاعد زهقان فاضي ما بعملش اي حاجه، فاطلع اصور. والحمد لله النهارده باذن الله، يعني بفضل الله القناه حققت شروط الربح. فاضل بقى الموافقة على الطلب. طبعا كلام فاضي. بس هي حاجة يعني بتحس ان انت عملت انجاز. لكن اللي بيبسطني اكتر لما حد يكلمني يقول لي اتعلمت كذا واتعلمت كذا واتعلمت كذا، فاضل بقى كذا، اعمل ايه يا ابو انس؟ الاقي الحمد لله بفضل الله وبفضل العلم اللي ربنا من عليا بيه، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. لكن الحمد لله ان انا ان في حد بياخد مني معلومه، ده عندي بالدنيا. طبعا باخد انا فلوس في الدنيا، ولا الآخرة خير وأبقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الآخرة خير وأبقى. ده اللي انا يعني الحلقات اللي على اليوتيوب دي او العلم اللي انا يعني بقدمه، ده اللي انا هلاقيه. انما ده للورثه، ده لانس واخو انس واخت انس، ده للورثه. ده احنا بنتعب كده وبنتسلى، ادينا بنتسلى لحد ما نموت. لما نموت بقى العمل الصالح او علم ينتفع به هو اللي هنلاقيه. ولا الآخرة خير وأبقى. إنما ده كله إحنا بنلعب والله، بنتسلى، جايين الدنيا رسالة ضيوف. فالواحد بدل ما يبقى مش عارف يعمل إيه، يكون قاعد فاضي ودماغه تجيبه وتوديه، فبيلهي نفسه بأي حاجة. أنا مش عايز أبقى أغنى واحد في العالم، أنا عايز أكون عايش مستور والصحة تمام وفوق 100 فل بس كده. أنا مش عايز أي حاجة تاني، وما أقولش لحد 100 جنيه. ده أنا عندي بالدنيا. فان شاء الله باذن الله نعرفكم ازاي تاني، نعرفكم طريقه التحصين، لان ناس كتير رنت عليا تقول لي اعمل ايه واحصن ازاي. طبعا عشان في حد حصن بطريقه غلط واتاذى، فهنعيد تاني. وكل تحصينه هصور لها فيديو، بحيث ان الفيديوهات تكون متصدره في اليوتيوب. اي حد يكتب تحصينه يظهر له بقى الناس وهو بيحصن. هجيب بقى الخطوات بالكامل وانا بحصن لنفسي، مش هقول لك هات كذا وفك كذا وحط كذا ودرجه حراره وانت تكتب ورايا. لا، انا اللي بعمله لنفسي هصوره، اقول لك عملت كذا وكذا 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 وكذا، وانت طبق نفس اللي انا عملته. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. نلقى نظره كده على الذهب الاصفر. الذهب الاصفر، الله اكبر. الدوره دي الحمد لله النهارده اليوم السابع. اليوم السادس هندخل في اليوم السابع يعني.
زيرو نافق. طبعا اول ما جبت الكتاكيت، اول ما جبتهم اول ما نزلتهم على الفرش هنا كده، كان دقيقتين بالظبط قبل ما ياكلوا، قبل ما يشرب الكتكوت ايه مات. فعندنا واحد نافق وعدمت اتنين، انا عدمتهم بنفسي. كان كتكوت عنده نقص في الهيسيلينيوم، كان يعني رقبته بتتعوج لورا كده. وكتكوت تاني كان عنده استسقاء لسه، يعني ما هي جات له يمكن وراثيه، يعني ما اعرفش جات له منين استسقاء عمر يوم، لكن عنده استسقاء وكتكوت هيموت في العمر الكبير. وكتكوت تاني عنده نقص في الهيسيلينيوم والتواء في الرقبه عدمته. وكتكوت مات لوحده. فاحنا كده عندنا نافق 3 في اول اسبوع. الله اكبر ان شاء الله، الله اكبر. الحيويه تمام، الانتشار تمام، شايفين؟ احلى حاجه في البطاريه اللي هي السداح مداح دي، تحس ان الكتاكيت، تحس ان انت يعني الكتكوت بيكون مرتاح في البطاريه، انت مرتاح نفسيا برضه، على عكس اللي انا هنفذ موضوع اللفاص عشان ان شاء الله باذن الله هنحاول ندخل في موضوع الحقن وكده، اللي هو مش هحط ادويه في انا الدوره دي ما نزلتش بجنيه مضاد حيوي، مفيش مضادات حيويه خالص. باذن الله نحاول شوف موضوع الحقن ده، نجيب محقن بدل ما نجيب ابره ونمسك فرخ ونسحب بالسرنجه والقرف ده، لا نجيب مسدس حقن اسهل يعني، لان انا بحب الراحه في الشغل، بحب الراحه النفسيه في الشغل. فان شاء الله هنجيبه ونخش في موضوع الحقن، لان انا مش بستقبل على مضاد حيوي، خلاص مش هستقبل على مضاد حيوي تاني. كتكوت انا لقيت مكان نظيف بجيب منه كتكوت، مكان موثوق، مكان عرفت اجيب كتكوت حلو منين. اللي يعرف يلعب اللعبه دي يبقى كده هو اوبشن، ده حجر الاساس اللي هتبني عليه بقى العلف والادويه والرعايه وكل حاجه. الكتكوت هو حجر الاساس. طبعا انا عرفت اجيب كتكوت حلو، كتكوت نظيف، مفيهوش مشاكل وراثيه، مفيهوش مشاكل اميه، فخلاص هو كتكوت حلو زي العسل. واللي يقول لك الكتاكيت في مصر كلها فيها مشاكل، يبقى عايز يبيع لك دواء حلو حل للمشاكل دي. هو لف على كل العنابر، شاف الرعايه بتاعتهم عامله ازاي، راح عمل CRD، تحليل CRD وتحليل وتحليل ادينو فيروس راح ودى الكتاكيت بتاع الشركات اللي في مصر كلها معمل، يعني راح جاب من كل الشركات شيشنا كده وراح وداها معمل وعمل تحليل وشاف الكتاكيت دي مضروبه ولا لا، وشافه. وبعد كده قال لك الكتاكيت في مصر كلها مضروبه. طالما قال لك الكتاكيت كلها في مصر مضروبه ولازم دواء، بعد الكلمه دي على طول هتلاقيه هو بيبيع دواء. الكلام ده فارغ يا جماعه، كلام طز فش. كان في ناس كتير فاهمه تربيه في الامهات، احنا بنربي تسمين الامهات، ده موضوع كبير تاني لو عايزين نتكلم عنه معايا باشمهندس مصطفى، الله اكبر، يعني راجل مهندس زراعي يعني عنده علم في الامهات واشتغل فيها، وعنده علم في البياض واشتغل فيها، وعنده علم في التسمين واشتغل فيها، مجاله دراسته علمه. فلو عايزين نتكلم في الامهات، لو حد بس يعني نفضل خلينا في التسمين، يعني ابو بالين خسران منهم بال، لكن شغل الامهات شغل وجد واجتهاد، والناس اللي بتربي امهات ما وقت يطلع يقول لك انا اهو ونزلت كذا، ما عندوش وقت. بروتوكول ده اللي بقى بيبقى ماشي على بروتوكول تبع الجو تبع المكان عنده، ومهندسين وتشريع وشغل موضوع طويل. فانا منين احكم على ناس بتتعب ليل نهار سهرانه، عندهم عماله 24 ساعه ليل بنهار ومشرفين ليل بنهار، ولا على الكتاكيت اللي في مصر كلها مضروبه. فركز، خليك ذكي، مفيش حاجه اهو، مش الكتاكيت اللي في مصر كلها مضروبه الا الشركه يا عم اللي انا بجيب منها، الا الشركه اللي محمد نجيب الفنان بيجيب منها. انت بقى اللي بتجيب شركات معفنه وجبت ادويه غاليه براحتك، انت بقى دي سكتك. اهو في شركه زي العسل اهي، زيرو مضاد حيوي. فان شاء الله هنشوف موضوع الحقن ونجيب المسدس، لاجل بس لو حصل تاثير مني من الجو من النور لاي عامل ظهر عندي مشاكل في العمر الكبير، مش هنزل مضاد حيوي في ميه تاني. انا محتاج الميه البيضاء طول الدوره مع بروبيوتيك مع احماض امينيه مع رفع مناعه، كلام كده ايه من باب الترفيه، يعني هخلي نص الدوره او تلتين الدوره ميه بيضاء. حصل عندي مشكله حقن ورايح دماغك وانتهى الحوار على كده، عشان نمشي احنا في موضوع الحقن المضاد الحيوي في الميه. فانتظرونا ان شاء الله الحلقه بتاعت بكره، ويقول لك كتكوت في السوق مضروب، اعرف ان هو عايز يبيع لك حاجه، هيديك مشكله وهيديك الحل، هيخترع لك مشكله ويخترع لك الحل، وانت يا سيدك صدق بفلوسك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.